الوطن، قوم الوطن، حرب التحرير، حرب التحرير. في إطار الأنشطة المتعلقة بالحملة الوطنية والدولية لتوسيع صلاحيات بعثة من أورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، وخاصة بالشق المتعلق بعقد لقاءات تواصلية طيلة مدة الحملة، اختارت عائلات المختطفين والمعتقلين السياسيين الصحراويين تنظيم هذا اللقاء التواصلي لتسليط الضوء على واقع الاختطاف والاعتقال الممنهج ضد الإنسان الصحراوي. إذن في مستهل هذا اللقاء نستمع إلى كلمة افتتاحية سيلقيها الأخ محمد لمين الإدريسي، فليتفضل مشكورا. باسم الحملة الدولية والوطنية توسيع صلاحيات المنوص لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. هذه كلمة بطبيعة الحال اللي تشمل الخطوات كاملة اللي عدت هذه مدة شهر. الشهر الأول اللي تخطى من الحملة. بطبيعة الحال احنا نشكر أمهات المختطفين 15 وعائلات المعتقلين وذوي المختطفين الصحراويين. نشكرهم على هذا اللقاء اللي نظموه في إطار الحملة المدرج في برنامجها اللي يعتبر هو حلقة من ياسر من اللقاءات اللي تستمر مدة هذه 4 أشهر إلى نهاية شهر أبريل. بطبيعة الحال كانت بداية الحملة هو اللقاء الأول اللي يعد يوم 8 في شهر يناير، افتتاح الحملة، وتم فيه شرح الحملة وشرح أهدافها وبرنامجها والإعلان عن الوقفة الأولى يوم 15. هذا الشهر كامل احنا نلاحظوا تبارك الله ما شاء الله بطبيعة الحال تفاعل الجماهير الصحراوية مع هذه الحملة، خصوصا في مدينة بوجدور والسمارة اللي نظموا لقاءات للتضامن في هذه الحملة الدولية لتوسيع صلاحيات المنوص وتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وداروا اللي خرجات اللي هي خرجات نضالية للميدان، وقفات احتجاجية ومظاهرات. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا نشكر الحضور الكريم ومن خلالهم كل المناضلين والمناضلات الصحراويين اللي عودونا دائما في كل المحطات النضالية. كيف ما شاروا الإخوان السابقين على أن هذا يدخل في إطار البرنامج اللي سطرته الحملة الوطنية المسطر تحت عنوان الحملة الوطنية والدولية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حماية الصحراويين. إذن هون في إطار هذا اللقاء التواصلي اللي هو اخترنا بما أن الوقفة اللي يجي إن شاء الله يوم 15 في شهر يناير 2014 هي حملة من أجل المختطفين، الكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين السياسيين الصحراويين. إذن ارتأينا على أن بالمناسبة على أن نخلق هون جمع بين ملفين اللي هما ملفين حساسين اللي هو الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. أولا من خلال هذه الورقة اللي نطرقوا بتعريف الاختفاء القسري من المنظور القانوني والدولي، وكذلك اللي يشيروا في النقطة الثانية ظاهرة الاختفاء القسري بالصحراء الغربية، ونجو ثالثا نعرجوا على التعريف باللجنة الأمهات المختطفين الصحراوي 15. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرة الاختفاء القسري. شكل الاختفاء القسري ظاهرة أرهقت الإنسانية وارتبطت ارتباطا وثيقا بالأنظمة الديكتاتورية، فقد تفشت بشكل كبير هذه الظاهرة بالدول والأنظمة الغير ديمقراطية خاصة دول العالم الثالث، وظلت سمة أساسية لمواجهة المعارضين والمتمردين. وإذا كان دوري نشكر الإخوة والأخوات اللي سهروا على تنظيم هذا الملتقى، وأمهات المعتقلين 15 وكل عائلات مسجونين المصير. والحقيقة شعار الحملة يقولها جميعا من أجل توسيع صلاحيات بعثة المنوص في الصحراء الغربية لتشمل حماية حقوق الإنسان والتقرير عنها. وعليهم يجب على كل صحراوي، معنا صحراويين جميعا، كل واحد من مكانه، وعلى أنه يساهم في إنجاح هذه الحملة، وعلى أنه يستخدم طاقته. ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخر من اليوم تشخص فيها الأبصار. صدق الله العظيم. أولا نشكر المشرفين على هذا المنبر، ونشكر الشيوخ، ونشكر المرأة الصحراوية.
ونطلب مولانا هذو المعايد 15 عام ونطرسوا المعتقلين معاهم ديال الديميزيك ويخلق الاستغلال. هذا نطلبوا مولانا، وهذا كامل لا يتحقق ان شاء الله، وغير مع نضال الشعب الصحراوي وخدمته ووقوفوا في الشارع وقلة خونته. إذا تم الشعب الصحراوي ما هو متخوف يوقف في الشارع ويدير المنابر ويطلب لا يخلق هذا كامل يرقد والله خلق شيء ما خلق والو. بسم الله هذه قصيدة ينقال لها النداء، يقول الشعب يطالبه من بعد بتوسيع المينوسو يا كانوا يسلك فيه حد من الغزو ودبوسه. نطلب للدول كاملات واللي منهم متقدمات عالم يمشوا متوحدات والممثل لبروسه غيثونه للشعب ما تعدوه يمضي موسه. غيثونه للشعب ما تعدوه يمضي موسه اللي عينيهم بالشغات والمكسورات دروسه وفيه النساء مدمغات والشبان اللي يكوسوا واللي وذنيه مغلقات بيه اللي يسمع قاموسه وحد ضلوع مكسرات مكسرهم طريوسه. كل وطن والشهر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر القائمين على هذا المنبر ونشكر عائلات مستضيفين 15 لنظمة هذا اللقاء واللي استضافته، إذا شكرا لهم جزيلا. مداخلتي عبارة عن شقين، الشق الأول هو يطلبوا من الإخوان أن يتكلم عن الاعتقال السياسي من الناحية القانونية، ونحاول نشوف تعريفات لعل خارج تعريف والمواد القانونيه اللي تخطر والله ضد تحمي الانسان من حقه في حريته التامه اللي هي حق اساسي وحق اصيل. يعني الحريه هي الحق، هي الاصل، والاستثناء هو الاعتقال. اللي نتكلموا في الشق ولا هي نطول فيه حتى. الشق الثاني اللي يتكلم عن الحمله الوطنيه والدوليه، واللي نحاول نعدل تقييم مختصر ونحاول حتى نتدخل في اطار فعالياته وفي اطار برنامج المقبل ان شاء الله. اذا معتقل الاعتقال السياسي سرقوها ايامكم لا يقلعكم عني. وذا الكلام اللي انقال اليوم انقال فيها لا الحق ولا قلتوا الصحراويين ما هو الحق، ومعروفين الباب الحق وملي وبالبطوليات. امال كذيب المغرب والخونه راكم قلتوهم ورانا قاريهم كاملين، ومر يا حد لا ينتبه على كلام الاخت ولا كلام الاولاد ولا كلام اللي تقول عنك صحراوي وتخرص. وبالنسبه للشيب اللي في قدري انا في السن اللي ظلوا ما تحضر يوم منهم ما هو 7 ولا 8 من آلاف الشيب اللي هون قاعدة تتفرج تخرص بناتها واولادها وشبابها يبطش فيه الغزو المغربي وهم قاعدين. انتم ما تقولوا عنكم الصحراويين، تقولوها باللسان باللينجو. والله يا كذيبه يلي ما تقدم للميدان، يلي ما تقدم للميدان مع اخوته ومع بناته اللي يبشوا عينيهم كيف لانها اللي ترضعوا وليدها صغير وهجم لها الغزو كامل وشق عينها الموجود. وقالت عن دمها فداء للشعب الصحراوي. مر يا حد ما تحضر بعد ما